بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وما زلنا معكم في القاهرة هذا المساء والركن الحواري الثاني. هي واحنا بنتكلم عن التقويم الحضاري الذي يربط المسلم بهويته وتاريخه. الحقيقة دي يعني مناسبة بنستقبلها كل عام، ومش بتمر علينا كأيام عادية، ولكنها بتحمل الحقيقة إرث من الاحتفالات والمظاهر اللي تدخلت فيها السياسة بالاقتصاد. اجتمعت عليها الشعوب من شرق العالم الإسلامي إلى غربي لتعبر عن كل ثقافة الحقيقة بطريقتها، وعن حبها واعتزازها بهذا اليوم. بنلاقي ان كل دولة بتختلف في تعبيرها عن الاحتفال بمظاهر رأس السنة الهجرية بشكل معين. بدأت فكرة الاحتفال رسميا، وكيف تبينت المظاهر بين أقاليم الخلافة، هي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت هذه المناسبة العاطرة، كيف تبدلت هذه المظاهر بين الماضي والحاضر. معنا في هذا الموضوع دكتور أحمد عبد الفتاح حسين، أستاذ مساعد تاريخ الإسلامي وعضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بحضرتك معنا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل أسرة البرنامج، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة التقويم الهجري أو العام الهجري الجديد. أعاده الله علينا وعلى كل الشعوب العالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات. دكتور أحمد، وإحنا بنتكلم عن الأمة الإسلامية في تاريخ محرم ده وبداية التقويم، يعني شهر محرم هو بداية التقويم، كيف تطور هذا اليوم من مجرد تاريخ للمجالس والكتب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب إلى يوم يحتفل به؟ التقويم الهجري يعني احنا بنتكلم برضو في البداية خالص عشان برضو المشاهد يبقى عارف يعني ايه تقويم. التقويم ده نظام زمني. يعني كان في عندنا عديد من التقاويم اللي كانت متبعة قبل صدر الإسلام أو قبل الفترة الإسلامية، والمصريين القدماء كان عندهم التقويم القبطي أو التقويم المصري القديم اللي هو التقويم الشمسي. ده كان يعتبر أقدم تقويم على وجه الأرض. أقدم تقويم على وجه الأرض هو التقويم الشمسي. التقويم الشمسي احنا بنتكلم برضو المصري القديم يعني وضع هذا التقويم عام 4241 قبل الميلاد. هذا التقويم يعني استمد، كل تقاويم العالم بدأت تستفيد من هذا التقويم اللي وضعه المصري القديم. فالحضارة المصرية هي تعتبر يعني أساس لكل حضارات العالم. كل حضارات العالم استقت معلوماتها منها وفنونها وأدابها وكل هذه الأشياء. بنتكلم على الفترة النبوية أو الفترة اللي تعتبر يعني فترة النبي صلى الله عليه وسلم، والفترة اللي فيها الهجرة النبوية، وكيفية بقى يعني التأريخ للتقويم الهجري ووضع التقويم الهجري. التقويم الهجري يعني كان متبع برضو الفترة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول من حادثة الفيل. يعني كانت التقويم نفسه اللي كان متبع كان من خلال بقى الأحداث البارزة اللي في كل شهر. كان أحداث أو ملوك أو أشخاص، يعني ده اللي كان بيتبع. ما كانش فيه بقى اللي هو التقويم المتعارف عليه زي مثلا التقويم المصري القديم أو التقاويم اللي كانت موجودة قبل كده. طب يعني برضه أحداث معينة، كانت أحداث معينة، أحداث كبرى زي حادثة عام الفيل مثلا. اللي حصل إن احنا عندنا يعني حدث يعني تعتبر يعني حادثة هي اللي خلت أو هي اللي جعلت سيدنا عمر بن الخطاب يقدم على جعل شهر المحرم كبداية للتقويم الهجري، واختاروا من الهجرة النبوية. طب إيه هي الحادثة دي؟ في فترة إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أمير البصرة في هذه الفترة كان أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري جاله خطاب من الخليفة في هذه الفترة، وكان هذا الخطاب كان مؤرخ بشهر شعبان ومش مكتوب السنة. فبدأ ان هو يراسل الخليفة وبيطلب منه يعني حضرتك وصلني هذا الخطاب بيقصد به السنة الماضية او السنة التالية اللي هي الحالية. فساعتها سيدنا عمر بن الخطاب بدأ ان هو يجمع الصحابة، وكان اكبر هؤلاء الصحابة يعني واكثرهم مشهورة في هذه الفترة سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهم. وبدأوا يدرسوا الامر في ضرورة ملحة لوضع تقويم بحيث ان ميبقاش فيه يعني عندنا ريبة او اختلاط بالنسبة للتقويم، وما يبقاش فيه شك وفي نفس الوقت برضو يبقى سجل بعد كده للمسلمين، ويبدأ بعد كده حتى يستندوا إليه في العبادات، في المناسك الحج، في ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر، كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء المهمة. سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عثمان بن عفان لما اجتمعوا
واشاروا على سيدنا عمر بن الخطاب يعني بجعل هذا التقويم بيبدا من الهجره النبويه، هجره النبي صلى الله عليه وسلم كبداية للعام. كبدايه للسنه الاولى من السنه الاولى كبداية للعام الهجري بالظبط كده، كبدايه للتقويم للتقويم الهجري كله. يعني احنا عندنا كان برضو في العديد من الروايات، طب نخلي التقويم ده يبدا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وفي رأي آخر من الصحابة قال إن احنا نخليه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والفكرة كلها إن كلها أحداث مهمة الحقيقة، كلها يمكن أهم من بعض، يعني المولد أو الوفاة أو كل دي أحداث غاية في الأهمية جداً. وفي عندنا كمان كان في رأي ثالث اختيار البعثة النبوية. ولكن يعني هم رجحوا في النهاية رأي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عثمان بن عفان، لأن وجدوا أن المبعث نفسه أو المولد أو الوفاة دي كلها بترتبط بأحداث مهمة، ولكن هذه الأحداث يعني عايز أقول أن المبعث والمولد كان تعتبر فيها شوية من الاختلاف والنزاع ما بين يعني في التقاويم اللي كانت موجودة في الفترة دي. الوفاة كانت مرتبطة شوية بالتأسي والحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم محتاجين يعني حدث جلل. هذا الحدث بيؤسس لدولة قوية، دولة إسلامية، يؤسس لدين ونقطة تحول في التاريخ الإسلام، لأن هو يعتبر تحول حضاري أسس لقيام الدولة الإسلامية. عشان كده يعني اختاروا شهر المحرم، وبرضه شهر المحرم بيكسى فيه البيت الحرام. وشهر المحرم يعتبر من اهم الشهور اللي حرم فيه القتال، وهو يعتبر من اشهر الحرم. وفي عاشوراء، وطبعا في ليله عاشوراء. ناخد بالنا التقويم الهجري هو تقويم قمري، بيعتمد على دوره القمر، بمعنى ان هذا التقويم هو 12 شهر. هذا التقويم مكون من 354 يوم او 355 يوم لو في السنه الكبيسه. التقويم الهجري بيختلف عن التقويم الأخرى لأن هو بترتبط به العبادات. رؤية الهلال رؤية الهلال، واحنا عندنا الشهر في التقويم الهجري بيبدأ مع بزوغ الهلال، وثم يعني حتى مرورا كده في الشهر بنجد ان في منتصف الشهر بيبقى القمر بدر يوم 14 يكتمل. بيبقى القمر بدر بيكتمل في ليله الرابع عشر من اي شهر هجري. وفي النهايه خالص بيبقى عندنا القمر محاق، ثم بيختفي مع زوال الشهر وبدايه شهر جديد. بتبدا بقى القصه تتعاد من تاني مع بدايه الاشهر. فالموضوع مرتبط بشكل كبير جدا برؤيه الهلال، باكتماله، بانتهائه. بالظبط كده. ناخد بالنا برضو بالنسبه للتقويم الهجري. التقويم الهجري يعني تم يعني اعتماد التقويم الهجري في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سنه 17 هجريه. بعض المصادر التاريخيه اللي كانت معاصره بتقول سنه 18 او سنه 17، مش مشكله. المهم ان احنا بقى في عندنا تقويم هجري بيعتمد عليه العالم الاسلامي او معتمد في اغلب الدول الاسلاميه ومنها المملكه العربيه السعوديه والمغرب العربي. هذا التقويم احنا بنعتمد عليه حتى في حياتنا، في عباداتنا، في مناسك الحج والعمرة والصيام وكل هذه الأشياء الجميلة والمهمة اللي بتعتبر من أركان الدين الإسلامي. ناخد بالنا برضو التقويم الهجري، يعني هتقول طب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بيه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفترة الخلافة الراشدة ما كانش في حاجة اسمها احتفال بالتقويم الهجري كما هو معهود اليوم. الاحتفالات دي بدأت مع الدولة الفاطمية العبيدية. يعني كان في احتفالات الحقيقه متابعه العصر الاموي العباسي الفاطمي. لو قلنا شكل مظاهر الاحتفال في العصور الاسلاميه الاولى يعني لم يرد في المصادر التاريخيه اي روايه لان كان في احتفال، ولم يعهد باي احتفال فتره الخلافه الراشده. احنا بنتكلم الدوله لسه يعني الدوله الاسلاميه لسه يعني في طور النمو وفي طور التوسع، فما كانش في مجال للاحتفال. فما كانش في مجال لهذه الاحتفالات اللي يعني بزغت وبدات ان هي تظهر ويبقى لها انعكاس كبير جدا سواء اقتصادي او اجتماعي على عموم يعني العالم الاسلامي. طب ايه العصر اللي ارست فيه يعني مظاهر الاحتفال؟ الدولة الفاطمية حكمت مصر من سنة 358 هجرية حتى سنة 567 هجرية. هذه الفترة يعني هنتكلم الدولة الفاطمية ما كانش فيه عندهم يعني أي شيء إلا وكان ليه عيد، وكانوا بيحبوا الأعياد، كانوا بيعشقوا حاجة اسمها الفرح والبهجة وكل هذه الأشياء.
حتى المولد النبوي، يعني وجدنا المولد النبوي نفسه ليه طقوس ليه طقوس وليه عادات كانت متوارثينها حتى اليوم. زيارة الأضرحة، كل هذه الأشياء كانت موجودة من أيام الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية حاولت بقدر الإمكان إن هي يعني تتغلغل إلى قلوب المسلمين من خلال هذه المظاهر الجميلة. هي عارفة إن هذه الشعوب بتحب الفرح والسعادة وكل هذه الأشياء، وده اللي بيميزنا على فكرة ما بيننا وبين الشعوب. يعني احنا بننتهز كل فرصة طول العام للاحتفال، وكل احتفال ليه مذاق خاص وليه يعني محبة خاصة في قلوب المسلمين. يعني ده حقيقي. وانا بشكر حضرتك على اللفتة الجميلة دي. وبس برضه هرجع اقول ان هذا الاحتفال كان بيعتبر برضه يعني نوع من انواع اظهار هيبة الدولة وقوة الدولة طبعا. لما بنجد ان هذا الاحتفال بيبقى ليه استعدادات، بنجد ان هذا الاحتفال ليه صناعات قائمه سواء اساسيه او تكميليه، صناعات الحلوى يعني دي نقطه مهمه قوي طبعا، والعديد من الصناعات وصناعه الثياب والاكواخ والعديد من الدروع. يعني احنا عندنا في الاحتفالات اللي كانت موجوده في الدوله الفاطميه، وخاصه لما بتكلم على عيد راس السنه الهجريه، كنا بنجد الخليفه يعني بيبقى فيه عنده حاله من إظهار بقى العظمة والجاه، ومن خلال بقى المواكب. ده هيخلينا نربط ده بالناحية الاقتصادية ومظاهر كسب المال للتجار يعني بنقدر نقول فترة انتعاش ورواج اقتصادي اللي بيكون مواكب للاحتفال ده حقيقي. لأن هذه الفترة احنا بنجد ان في العديد من الصناعات كانت قائمة. طبعا في عندنا العديد من مش الصناعات بس الغذائيه، احنا مش بنتكلم بس على الحلوى الفوانيس كل هذه الاشياء. ده في بعض حتى في بعض الاقطار الاسلاميه في هذه الفتره الشوارع كانت بتزين كلها بالانوار. في عندنا اضاءه الفوانيس زي ما حضرتك ذكرتي. فكان في تجار هم اللي بيبيعوا هذه الاشياء، صناعات قائمه بذاتها، فترويج اقتصادي. وكان في احياء كامله كانت يعني مخصصه في بيع هذه الصناعات. يعني مثلا الفوانيس، الادوات الزينه، الحلي، كل هذه الاشياء، المنسوجات، المفروشات، الملبوسات يعني والثياب نفسها. لما بنجد عندنا دار للكسوة مثلا، كسوة الكعبة فاللي مثلا، بيشتغلوا عليها دول فترة انتعاش اقتصادي ليهم. ده حقيقي. وكمان برضه هقول لحضرتك يعني الاحتفال نفسه، يعني احنا اتكلمنا وقلنا ان الدولة الفاطمية يعني بيرجع عليها الفضل في يعني اظهار في اظهار هذا الاحتفال وتأسيس هذا الاحتفال وانتشار هذا الاحتفال من الدولة الفاطمية لأرجاء العالم الإسلامي. المظاهر نفسها اللي كانت موجودة أيام الدولة الفاطمية، بداية من القدوم المعز لدين الله الفاطمية إلى مصر، احنا بنتكلم 358 حتى زوال الدولة 567. الدولة الفاطمية كانت بتنفق العديد من الأموال على يبقى في كرنفال كده مبهج لعموم المصريين في هذه الفترة. وناخد بالنا برضو ان الأموال اللي كانت بتنفق والصدقات والعطايا كانت أموال طائلة. وبنشوف حتى الموكب نفسه اللي كان بيخرج من قصر الخليفة نفسه، مرورا بالشوارع الرئيسية في مصر في هذه الفترة، الشارع الأعظم، الشارع المعز، حتى باب النصر مثلا، أو بنتكلم حتى بعد ذلك بيتوجه للجامع العتيق، الجامع الأزهر. كان موكب مهول. وكان يعني بنجد على جانبي الطريق او هذه الشوارع بنجد عموم المصريين كلهم يعني مبهورين بيحتفلوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة الشريفة. وده يحسب للفاطميين. يعني الفاطميين في افكار كتير جدا ضد افكار اهل السنة، ولكن بيحسب ليهم هذه العادات الجميلة اللي احنا متوارثينها حتى اليوم. الدولة الأيوبية قامت بعد الدولة الفاطمية، وصلاح الدين الأيوبي كان ليه سمات كبيرة جدا في تحويل المذهب الشيعي للمذهب السني، وبدأ يعمل العديد من المدارس. وهذه المدارس بدأت ان هي تنشر المذهب السني، وحول المذهب اللي كان موجود في الجامع الازهر للمذهب السني. وده يعتبر يعني نقطة تحول كبيرة جدا، انجاز كبير جدا ينسب لصلاح الدين الايوبي طبعا. الاحتفال بعيد رأس السنة، هو صلاح الدين لما أتى يعني بطل عظيم وليه مجد كبير جدا ضد الصليبيين وهزيمة الصليبيين وتوقيع صلح الرملة، كل هذه الأشياء الجميلة. احنا بنتكلم برضو صلاح الدين هو ما اخدش كل حاجة عن الدولة الفاطمية. وجدنا ان هذا الاحتفال برضو بدأ يضمحل شوية في الفترة اللي هي الفترة الأيوبية، لان هو برضه حاول ان هو يعني الدوله الفاطميه في احتفالات كتير جدا وفي بدع كانت موجوده كتير جدا. هو حاول بقدر الامكان يقلل من هذه الاحتفالات اللي كانت موجوده.
في الدولة الأيوبية وجدنا الاحتفال بعيد رأس السنة بيرجع ويزدهر مرة أخرى، والشوارع في القاهرة كلها كانت بتضاء، الأنوار نفس الكلام. السلاطين نفسهم، سلاطين دولة المماليك البحرية ودولة المماليك البرجية، بدأوا يبقى فيها عندهم مجالس خاصة بالعلوم والسيرة النبوية. صحيح. والشيوخ والمربين والأساتذة، كل هؤلاء كان لهم حلقات علم داخل المساجد الكبيرة اللي موجودة في مدينة القاهرة. في عندنا مساجد جامعة في مدينة القاهرة زي جامع سلطان وجامع ومدرسة سلطان حسن. في عندنا العديد من المساجد المشهورة اللي موجودة لحد النهاردة، جامع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري، وده يعتبر من أهم المساجد اللي موجودة في مدينة القاهرة. كل هذه المساجد كان فيها حلقات علم. كان هذه الحلقات بيتم توعية المصريين في هذه الفترة بأهمية السيرة النبوية والدروس المستفادة من السيرة النبوية والهجرة النبوية، قراءة الحديث الشريف. كل هذه الأشياء كانت بتدرس، وده لحد النهاردة متوارث على فكرة. احنا بنجد برضو بلدان العالم الإسلامي في مناسبة جليلة زي هذه المناسبة بيقرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيتمعنوا في سيرته العطرة، وبيحاولوا بقدر الإمكان بيتأسوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدان مشرق العالم الإسلامي، إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. كل هذه الدول النهاردة يعني عندها وعي كبير جدا بأهمية المحافظة على طبعا هذه السيرة العطرة. يمكن بين الماضي، لو قلنا يعني في مقارنة بين الماضي وبين الحاضر واحتفالات الحاضر برأس السنة الهجرية، ايه اوجه التشابه والاختلاف؟ ويعني ونقدر نقول ان برضو السوشيال ميديا قدرت ان هي توصل اختلاف الدول في الاحتفال بهذه الذكرى السنوية العطرة يعني. هو قديما يعني هنتكلم برضه في العصور الإسلامية كان احتفال كان عن طريق خروج الخلفاء والسلاطين في مواكب فخمة، والهوادج طبعا والخيول والحلوى كانت بتوزع والصدقات والهدايا. وفي العصر المملوكي كانوا السلاطين نفسهم يعني كان السلطان بيوزع العديد من الخلع اللي هي التشاريف نفسها او اللبس نفسه بتاع السلطان، كان بيوزعه على الامراء في هذه الفتره، وكان بيرقي العديد منهم مع بدايه العام الهجري. حتى المؤرخين نفسهم في كتب الحوليات كانت مناسبه عظيمه يعني، كانت مناسبه مهمه جدا. حتى وكان الامراء بيستنوا هذه المناسبه يعني عشان يبقى في ترقيه بالنسبه له، عشان يرقى مثلا من امير 5 لامير 10، من امير 40 اللي هو امير طبلخانه الامير مقدم 1000 تحتيه. ده كان لازم ينتظروه لان كانت يعني النفحات فيه الحقيقه كانت كبيره جدا. ده غير بقى الهدايا اللي كانت والانعامات والاقطاعات اللي كانت بتوزع في هذه الفتره. بنجد ده كان متبع قديما، غير بقى زي ما اشرت وقلت من شويه الأدعية بقى والدروس اللي كانت موجودة في المساجد والمدارس الجامعة في مدينة القاهرة. كل دي كانت حاجات موجودة زمان، وكانت يعني كان المصريين حريصين جدا ان هم يعني بينتظروا هذه المناسبة بفارغ الصبر. في العصر الحديث يمكن الوضع اختلف شوية. بالنسبة لنا احنا الهدف الرئيسي هو موجود، ان الاحتفال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية العطرة، وتذكر طبعا الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، منها الثبات على المبدأ والتآخي ما بين المسلمين. الحقيقة اللي احنا احوج ما يكون لتطبيقه في هذا الزمان. ده حقيقي يعني. والله احنا في الفترة الأخيرة محتاجين ده بفارغ الصبر. الحاجة الجميلة برضو ودي يمكن كان فيها نوع من اختلاف شوية، زمان ما كانش فيه وسائل إعلام، ما كانش فيه ميديا زي ما موجودة النهاردة. ده ساهم بشكل كبير جدا في يعني اختلاف بقى الثقافات، وبنحاول بقدر الامكان يعني تنوع الثقافات نفسها ما بين العالم الاسلامي. بنشوف المغرب بيحتفلوا بالعيد راس السنه ازاي، بنشوف البلاد المشرق الاسلامي بيحتفلوا بعيد راس السنه الهجريه. يعني المظاهر نفسها يعني بدات تنتشر ما بين ارجاء العالم الاسلامي. يعني حتى المناسبة هي مناسبة تاريخية بنتذكر فيها المواعظ والعبر من الهجرة النبوية، وبيصحبها احتفال وبيصحبها احتفال. أنا بشكر حضرتك على الجزئية دي. وكمان بيبقى في عادات متوارثة قوي. العادات المتوارثة دي اللي هي موجودة لحد النهاردة، اللي احنا يعني بننتظرها من العام للعام. صحيح. المولد النبوي الشريف، ليلة عاشوراء، ليلة يعني في الحقيقة مناسبات عديدة. وهذه المناسبات يعني بتساهم بشكل كبير جدا في غرس الهوية الإسلامية في نشء الأطفال. طبعا يعني الطفل النهاردة لما بيجي النهاردة مثلا في المولد النبوي وهو في الذاكرة عنده أو هو في وجدانه، احنا ليه بنحتفل؟ احنا بنحتفل ويتشرح له بالظبط كده. هو الموضوع مش موضوع ان انا مثلا في حلوى مثلا بديها للطفل، لا، انت بتقعد تفهمه والله دي مناسبه جليله، مناسبه عظيمه حصل فيها كذا كذا لشخص عظيم، فيبدا طبعا يفهم، يبدا هو يقرا بنفسه.
يبدا ان هو قدر الامكان ان هو يعني يعرف اكتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيره ال البيت رضوان الله طبعا عليهم. طبعا. فبالتالي هذه المناسبه مناسبه مهمه. طبعا. بنتكلم برضو الاحتفال بعيد الاضحى، الاحتفال بعيد الفطر، كل دي مناسبات مرتبطه بالسنه الهجريه. وده اللي انا كنت لسه هقول لحضرتك. يعني بشكرك جدا على الجزئيه دي، لان التقويم الهجري هو تقويم للعبادات، بالظبط. تقويم لمواسم الحج نفسه، يعني مناسك الحج، موسم الصيام، او الصيام ده يعتبر ركن من اركان الاسلام، والزكاه نفس الكلام. برضو عده الحامل، عده المطلقات مرتبطه بالشهور. التقويم الهجري. فاحنا التقويم الهجري يعتبر يعني خير دليل، خير دليل بالنسبه للعالم الاسلامي. بالظبط. بيوضح لنا العديد من الاشياء المهمه حتى في ديننا وفي حياتنا. فبشكر حضرتك جدا على الاضافه الجميله اللي حضرتك اضفتيها في اخر اللقاء. احنا بالنسبه لنا التقويم الهجري هو تقويم مهم جدا طبعا. هذا التقويم بيوضح لنا كمان العديد من الغزوات نفسها اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاضها ضد كفار قريش، والغزوات نفسها اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاضها ضد الاعداء في اثناء قيام الدوله الاسلاميه. المعارك نفسها اللي خاضتها الجيوش مثلا العربيه مثلا ضد الاعداء. لما بنتكلم مثلا حرب اكتوبر، حرب اكتوبر هو العاشر من رمضان، هو التقويم الهجري. هو احنا عندنا بنحتفل بانتصار اكتوبر مرتين، مره في شهر اكتوبر ومره في شهر رمضان. بالظبط. كمان التقويم الهجري، او يعني احنا بنستلهم برضو من السيره النبويه العديد من الدروس بقى اللي المفروض النهارده احنا في يوم زي النهارده يعني بنتكلم على التقويم الهجري. في عندنا بقى الحاجات الجميله اللي المفروض ان النشء يبقى عارفينها والشباب يبقى عارفينها. التوكل على الله والاخذ بالاسباب. الهجره النبويه نفسها هي توكل على الله، التوكل على الله في المقام الاول، ولكن التخطيط الجيد. التخطيط الجيد طبعا. احنا النهارده للاسف يعني بنعاني من موضوع التخطيط الجيد ده في حياتنا العاديه. يعني للاسف يعني في عندنا الدليل والبرهان سيره النبي صلى الله عليه وسلم، والدروس اللي احنا المفروض نبقى على وعي بيها. التخطيط الجيد، كمان الاختيار الجيد، الصحبه، اختيار الصحبه، التضحيه والانتقال من مكان لمكان مهما كان ارتباطك بيه، التآخي ما بين المسلمين، بين افراد المجتمع. المجتمعات نفسها لا تقام الا على العدل والمساواه طبعا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارساه، واللي احنا استفدنا يعني من خلال سيرة العطرة ومن خلال الهجرة النبوية. وجدنا كمان اختيار الصديق، الصاحب في السفر. الصاحب في السفر ده كان من اهم عوامل نجاح الهجرة النبوية. وكمان برضو لو اتكلمنا برضو على مش كل حاجة نقولها، يعني برضو التكتم ده كان من اهم عوامل نجاح الخطة. يعني احنا للأسف النهاردة يعني ما بنعرفش نعمل كده. لا، مش موضوع ما بنعرفش نعمل كده. واحنا الشعب المصري شعب جميل وشعب يعني اللي في قلبه على لسانه، شعب طيب بيتعامل بالفطرة والله. يعني ولكن فعلا لما يكون عندك امر جلل، امر عظيم، ولابد فيه من الهدوء والتخطيط والتريث واختيار الصحبه واختيار المكان اللي انت هتروحه. الحقيقه دي كلها حاجات مهمه جدا لنجاح المهمه. ده حقيقي. وبرضه هقول لحضرتك على حاجه، احنا النهارده بنتكلم برضه ان شعوب العالم كله، كل شعب يعني كل فئه مثلا بنجد عندها تقويم خاص بيها. صحيح. يعني بنجد مثلا التقويم الميلادي، صحيح، التقويم السرياني، التقويم الفارسي، التقويم الامازيغي. صحيح. وبيعتزوا بهذه التقاويم بالظبط. وزي ما احنا بنعتز تقويمنا العربي والاسلامي ده طبعا. تقويم مهم جدا طبعا. كمان الشهور نفسها ليها دلالاتها. الشهور الهجرية ليها دلالاتها. والشهور دي كانت متبعة برضو. لو جينا اتكلمنا على الشهور نفسها ودلالة الشهر نفسه للشعب نفسه او الشهور دي اصلا كانت يعني كان ليها دلالتها قبل الاسلام. حتى لو جينا اتكلمنا مثلا شهر محرم كان بيحرم فيه القتال. شهر صفر نفس البيوت بتبقى فارغة مثلا لانهم خرجوا للقتال. شهر رمضان لو اتكلمنا، انا باخد بس بعض الشهور كده بحيث ان المشاهد يبقى دلالتها عند دلالتها في الوقت ده يعني. قبل الاسلام كانت من شدة الحرارة اللي هو الرمضاء. ذي القعدة وذي الحجة. ذي القعدة كانوا بيقعدوا عن القتال اللي هو الحرب لأنه هو من أشهر الحرم. شهر ذي الحجة نسبة للخروج يعني المسلمين لموسم الحج. صحيح. لو اتكلمنا كمان على العديد من الشهور مثلا في عندنا شهر شوال
اللي هو بتشويه حقيقة احنا يعني كنا نتمنى ان احنا نكمل مع حضرتك، ولكن يعني مضطرين ننهي الحلقة لرفع اذان المغرب. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد عبد الفتاح حسين، استاذ مساعد التاريخ الاسلامي. بشكرك، شرفتنا النهارده في حلقتنا يا استاذ دكتور احمد. شكرا لحضرتك. بشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم على خير ان شاء الله.